السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرك دخلت بيت حد وأول ما فتحت الباب قلت إيه الريحة دي؟ وفي نفس الوقت لو حد دخل بيتك تستغرب وتقول ريحة إيه؟ هو في ريحة أصلاً؟ السؤال هنا، ليه كل بيت له ريحة مميزة؟ وليه أهل البيت نفسهم مش بيشموها؟ أول حاجة لازم نفهمها إن ريحة البيت مش جاية من مصدر واحد، دي خليط أو كوكتيل من حاجات كتير بتتراكم مع الوقت وتعمل بصمة خاصة للمكان. أهم عنصر هو المطبخ، مش بس ريحة الأكل وقتها، لكن الأثر اللي بيفضل بعده. بيوت بتستخدم توابل تقيلة زي الكمون والثوم، غير بيوت بتعمل مخبوزات وزبدة وفانيليا. الزيوت دي بتلزق في الستاير والسجاد والكنب وتبقى جزء من ريحة البيت. بعد كده روتين النظافة، نوع المنظفات بيعمل فرق كبير، كلور، ديتول، صابون طبيعي أو بخور، كل اختيار بيسيب أثره. العنصر الثالث هو أهل البيت نفسهم، ريحة الجسم، البرفيوم، الكريمات، الشعر، والتدخين لو موجود، كل ده بيدخل في تركيبة ريحة المكان. غير كده في عوامل تانية زي الحيوانات الأليفة، نوع الخشب في العفش، ونظام التهوية. بيت مفتوح غير بيت مقفول. طيب، ليه بقى إحنا مش بنشم ريحة بيتنا؟ هنا يجي دور ظاهرة اسمها التكيف الشمي. المخ لما يتعرض لريحة معينة لفترة طويلة بيبدأ يتجاهلها، مش علشان اختفت، لكن علشان المخ بيفلتر الحاجات المألوفة ويركز بس على أي ريحة جديدة أو غريبة، زي ريحة حريق أو أكل بايظ. عشان كده الضيف يشم الريحة فوراً وإنت لأ. زي بالظبط الناس اللي بتشتغل في أماكن ريحتها قوية، مع الوقت بيبطلوا يحسوها. طيب لو عايز تعرف ريحة بيتك إيه، ابعد عنه يومين أو 3، وأول ما ترجع وتفتح الباب هتشم نفس الريحة اللي أي ضيف بيشمها. وفي الآخر الموضوع كله نسبي، مرتبط بالذاكرة والمشاعر. عشان كده ريحة معينة ممكن تكون مريحة لواحد ومزعجة لغيره. ريحة البيت مش بس هوا، دي أثر حياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.